بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أحبتي مشاهدي قناة بلاد الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم القرآني ربيع القرآن. رحبوا معي بضيف حلقة هذا اليوم القارئ مهدي صالح الوائلي، فأهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا أستاذ علي العزيز، حياكم الله. الله يبارك بك على هذا المقدم الكريم، وكذلك الترحيب بزهرة هذا اللقاء وفاكهة هذا اللقاء الطفلة الحافظة ندى صالح الوائلي. أهلا بك يا عمو. الله يبارك فيك. إذن كما عودناكم أحبتي المشاهدين الكرام بأن نبتدئ على بركة الله هذا البرنامج بتلاوة عطرة، فإن شاء الله نستمع وإياكم إلى هذه التلاوة من القارئ مهدي الوائلي. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أحسنت. وكان الإنسان عجولا. لا إله إلا الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ما شاء الله، أحسنت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسنت. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. سنت. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما شاء الله سبحان الله. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. سنت. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لا إله إلا الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أحسنت وعطر الله أنفاسك أخي الكريم قارئنا العزيز مهدي الوائلي على هذه التلاوة العطرة، ملؤها الإحساس، ملؤها الخشوع والطمأنينة. بارك الله بك. الله يبارك فيك. القارئ مهدي الوائلي، إذا طلبت منك تقديم بطاقة شخصية لجنابك الكريم للسادة المشاهدين، نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أنا القارئ مهدي صالح مهدي الوائلي من سكنة بغداد مدينة الصدر. يعني إذا تريد أن أتحدث لك عن بداياتي مع القرآن الكريم، نعم لا بأس. حقيقة في ذلك قصة لطيفة. كنت بدايتنا مع القرآن الكريم طبعا كنت في صغر عمري وفي صغر سني، يعني كنت في الثاني ابتدائي كنت أقرأ القرآن. ما شاء الله، حلو. في الثاني ابتدائي كنت طبعا شاطر جدا وكنت الأول. فأذكر أنه كانت حتى المعلمة كانت ما تمتحني، يعني تطلعني كانت إعفاء. فيوم من الأيام كان أحد معلمين أحد أساتذتنا الكرام الأستاذ مبارك التميمي، أستاذ مبارك، وجه له تحية أيضا من خلال شاشتكم. بارك الله بك. اجى قال لها أريد أشتر طالب عندك. كانوا مسابقة قرآنية لعله على مستوى بغداد، كانت للأطفال يعني للتلاميذ. نعم. فقال لها أشتر طالب عندك، فمباشرة قالت له مهدي. فاختارني، كنت أني اللي وقع عليه الاختيار. فبعدها قام يدربني، قمت أسمع التلاوات، كانت مسجلات وكاسيتات. نعم. فكان يسمعني التلاوات وكنت أقلد بشكل جيد وبشكل دقيق. علما كنت تقلد؟ يعني ما أذكر أني كنت أي قارئ كنت أسمع، يعني ما كنت أعرف. نعم. فبعدها شاركت بمسابقات وحصلت، يعني على أتصور كانت المركز الثالث، أتصور كانت على مستوى المدارس في بغداد. ما شاء الله. فبعدها طبعا هذا كان نشاط مدرسي، يعني المدرسة كانت طالبة أنه تخرج قراء. بعدها وللأسف الشديد ماكو حاضنة للقرآنية. بعدها يعني بالصف الثالث ابتدائي أنا ما كنت أقرأ القرآن. تعرف إحنا الطفل يحتاج لواحد يجيبه للطريق، مو هو يختار طريقه، يحتاج واحد يحضنه، يحتاج واحد يعلم القرآن الكريم. فعليه هاي المرحلة يعني كانت فقط بالمرحلة الصف الثاني ابتدائي. بعدها وللأسف الشديد ولقلة المؤسسات القرآنية وقلة الاهتمام بالأمور القرآنية ما مارست أي نشاط قرآني وتركت أي القرآن يعني تماما من الثاني ابتدائي، يعني من الثالث، بداية الثالث ابتدائي لحد الصف السادس إعدادي. يعني طول هاي الفترة أنا ما عندي شيء ويا القرآن الكريم. مع الأسف طبعا كانت أكو يعني بذرة قرآنية. نعم. لكن ما حد سقى هاي، لم تسقى. أحسنت. سنت. فبعدها بالصف السادس كنا يعني نذهب إلى المسجد وصرنا من رواد المساجد والحمد لله. فصارت فتح حلقات قرآنية أنا وبعض الأخوة الأصدقاء، فكنا نقرأ بصوت عالي ونقرأ فيما بيناتنا. فصرنا بعد نتناول ونتبادل التسجيلات القرآنية الكبار. يعتبر هذا بداية تعلمك للقرآن الكريم من في حالة مرحلة السادس الإعدادي؟ نعم، هاي بداية قراءة وتعلمه للقرآن كيف الكريم. تعلمت يعني فقط من خلال هذه الجلسات اللي كانت فيما بيناتكم، لو كان هنالك أستاذ قام بتدريسكم؟ طبعا هو كان أحد الأخوة يعني عنده معرفة بسيطة بالقرآن الكريم أو بالأحكام القرآنية، فكنا نجلس مجرد فقط نستمع ونقلد. يعني نستمع بعض التلاوات يعني نتبادلها فيما بيناتنا، هاي تلاوة حلوة نرسلها، تليفونات تعرف موجودة، فنستمع بشغف وبحب وبرغبة شديدة حقيقة. ليل مع نهار كنا نسمع. يعني أنا هاي بين قوسين أذكرها، يعني حتى بالحمام كنت أسمع، يعني أشغل التليفون على تلاوة معينة وأدخل الحمام أسبح يعني مثلا. نعم. فكنت 24 ساعة ليل مع نهار مع القرآن، قبل لا أنام قرآن، أول ما أقعد الصبح قرآن باستمرار يعني أستمع. فكثرة الاستماع هي اللي ولدت يعني هذه الملكة، وهي اللي علمتنا. هذا كان الطريق الأول. باعتبار كل قارئ اليوم مثل ما تعرف بداية طريقة مع القرآن الكريم هو الاستماع، والاستماع هو حتى قيل أنه من لم يسمع لم يقل. إذا لم تسمع القرآن الكريم لا تستطيع أن تقرأ. جميل. أي فاستمعنا لكبار القراء. كان المرحوم الشيخ متولي عبد العال رحمة الله عليه، يعني كان عندك تأثر بهؤلاء القراء؟ نعم. أول ما سمعت وأول ما تأثرت بالشيخ متولي. فبعدها طبعا الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي محمود صديق المنشاوي وباقي القراء المشهورين المعروفين على مستوى العالم والبلاد الإسلامية. ما شاء الله. نعم.
بالتوفيق. إذن خلي كذلك ضيفتنا العزيزة الطفلة الحافظة ندى، نريد نسمعك يا عمو يا ندى ونتحدث وياش قليل. أنت هسه الآن بيا صف أول ابتدائي، شاطرة إن شاء الله بالمدرسة؟ إيه. زين، شلون تحفظين القرآن الكريم؟ أيام الأولى مو بس شاطرة. ما شاء الله ما شاء الله. شلون يكون حفظك للقرآن الكريم؟ نهدي مو يقرأ نقرأ ورا. زين، يعني أستاذك هو أخوك الأكبر. إيه. زين، يعني شلون يكون حفظك؟ من خلال فقط من يقرأ هو أنت تقرين وراه، لو أيضا تأخذين المصحف وتقرأين بالمصحف وتسمعين؟ أسمع وأقرأ وياه، هو مو يقرأ نقرأ ورا، أعرف الحكمات. زين، الأحكام. زين، حركات والأحكام. هسه أنا أريد أسمع من عندك تلاوة قرآنية. يا سورة راح تقرينا؟ صوت النبأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا وشرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بارك الله بيك يا ندى، شكرا. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. آخر آية. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله بيك. هاي هي، شكرا جزيلا. مفازا. أحسنتي، بارك الله بيك وعطر الله أنفاسك يا حبيبتي. وإن شاء الله تقدرين تقرأين القرآن وتحفظين كل القرآن الكريم إن شاء الله يا حبيبتي، وتكونون بذرة صالحة. وبما أنه أخوك الأكبر هو أستاذ قرآن، فإن شاء الله نحو تألق لخدمة القرآن الكريم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه البذرة الطيبة والزهرة المثمرة إن شاء الله، ننتقل وإياكم إلى هذا الفاصل ثم نتواصل. كونوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي مشاهدي قناة بلاد الفضائية، ونحن وإياكم في هذا اللقاء القرآني في برنامجكم ربيع القرآن. إذن أحبتي رحبوا معي مرة أخرى بضيف حلقة اليوم القارئ مهدي الوائلي، فأهلا ومرحبا بك قارئنا الكريم. أهلا الكريم. ومرحبا بكم، حياكم الله. الله يبارك فيك. أستاذ مهدي، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دائما لدينا في طريق القرآن في حياتنا الاجتماعية أكو فد شخص يكون صاحب فضل إليك بعد الله سبحانه وتعالى. من هم أصحاب الفضل في هذا الطريق الجميل، طريق القرآن الكريم؟ واقعا الفضل لله عز وجل بداية، يعني هذا الفضل، والله عز وجل إذا أراد أن يستنقذ أحدا من الظلمات إلى النور فلا بد، خاصة نحن من عوام الناس، فلا بد أن يرسل له عبدا صالحا. فخب ما يرسل له مثلا جبرائيل ويصير نبي، لكن يرسل له شخص يهديه على يديه. فالله عز وجل هو الهادي، لكن الوسيلة والطريقة هو شخص من الأشخاص. فواقعا كان المؤثر الأساسي في حياتي واللي غير ملامح طريقي هو أستاذي وأخي وحبيبي الأستاذ رحيم الزيدي، مدرس الإسلامية في السادس الإعدادي. ما شاء الله. حقيقة كان إنسان يعني إنسان مؤمن وإنسان جيد بمعنى الكلمة، إنسان صاحب همة عالية وإنسان خلوق جدا وصاحب علمية. كان أيضا هو يدرس في حوزة قم المقدسة، أتصور لعله 13 سنة كان هناك، وجه هنا مدرس في السادس الإعدادي. وهي أيضا رسالة نوصلها من خلال برنامجكم الكريم، أنه مدرس الإسلامية ومعلم الإسلامية يجب أن يكون صاحب رسالة. أحسنت. فمو بس قضية أنا إسلامية المادة أنقلها للطلاب وهاي انتهت وظيفتي، مو هاي وظيفتي فقط. أنا حقيقة تأثرت يعني بأخلاقه وبتعامله ويانا أكثر ما تأثرت بكلامه. طبعا الكلام مؤثر، لكن سلوك الإنسان يؤثر أكثر. أكيد. فكما قيل أن الأعمال أعلى صوتا من الأقوال. الله. فتأثرت بهذا الرجل وهو صاحب الفضل علي حقيقة، اللي هو يعني حد المساري في هذا الطريق. وهو الجذوة الأولى لانطلاقتك من جديد بعد ذلك السكون اللي دام تقريبا من الثالث الابتدائي قلت إلى السادس الإعدادي. نعم. يعني وهو اللي احتضن القارئ مهدي وبين له الطريق، طريق النور طبعا. نعم. بارك الله ألف خير. أنا أشكر تحية طيبة من هذا المنبر القرآني. دعائي إلى دائما وباستمرار ما شاء الله لا ينقطع، الله يوفقه، ودائما في بالي حقيقة، وأسأل الله أن يوفقه ويطيل في عمره. ولعله أنا لست الوحيد الذي هديت على يديه، لعل الكثير، لأنه إنسان حقيقة كان إنسان موفق بمعنى الكلمة، وكان يؤثر فينا كثيرا. ما شاء الله، بارك الله بك. أنت انتقلت من حالة السادس الإعدادي ثم أكملت دراستك؟ أكملت دراستي الأكاديمية، تخرجت طبعا من جامعة الإمام الكاظم عليه السلام، قسم علوم الإسلامية، يعني كلية العلوم الإسلامية قسم علوم القرآن. أضفت عليك الكلية شيء؟ يعني أضافت لي الكثير. نعم، أضافت لي الكثير، لكن أي إضافة يعني مجرد فتح أبواب. يعني تعرف الجامعة يعني تضيف لك لشخصيتك، تضيف لك لعلميتك أيضا، لكن مو بالمستوى المطلوب يعني واقعا. وهذا الخلل مو بالجامعة، الخلل يعني المناهج التدريسية بصورة عامة بالعراق يعني مو بالمستوى المطلوب، وهم عادة يسهلونها لأنه الطلاب هم مو بدرجة مقبلين على القراءة وعلى المطالعة، فلذلك تشوف المادة أيضا مختصرة. بالنسبة لعملك ولهوايتك كقارئ قرآن. نعم. هذا قصدي. نعم أضافت لي الكثير حقيقة. وفتحت لي آفاق وأبواب كبيرة دراستي في الجامعة. جميل. نعم. يعني كانت عندكم طبعا دروس في أحكام التلاوة. نعم. دروس في الحفظ، وكذلك أيضا قمنا مسابقة قرآنية في ما شاء الله. في الجامعة نفسها. ما شاء الله. شاركت فيها وحصلت على المسابقتين يعني. كانت واحدة حصلت عليها على المركز الثاني، وواحدة أذكر يمكن الثالث، مركز الثالث أو الثاني ما أذكر بالضبط. نعم. فكانت مسابقة جيدة، وكان أكو اهتمام الأساتذة حقيقة، أنا أوجه لهم تحية وأشكرهم. كان أكو اهتمام بالقارئ، ويفترون على كل القاعات اللي عنده اهتمام قرآني، اللي مثلا عنده صوت، اللي قارئ مثلا.
كان همهم أنه يصنعون قراء جميل. في الجامعة. جميل، ما شاء الله، بارك الله بك وكذلك بالأساتذة الكرام. الحمد لله أنت أكملت دراستك الإعدادية ثم الأكاديمية. يعني يوم الإنسان نعم. أمير المؤمنين ماذا يقول لديه؟ يعني أبيات: نصف العمر تمحوه الليالي ونصف النصف، ويقسم حياة الإنسان، ما يبقى لعله منها شيء ونزر يسير جدا للعمل. فالقارئ مهدي الوائلي كيف يقضي يومه؟ واقعا وارد في الرواية أنه احرص على وقتك أفضل مما أو أكثر مما تحرص على مالك. الله. فالوقت ما يعوض حقيقة. أكيد. المال وكل الأمور اللي هو هاي ممكن في يوم من الأيام ممكن يعني تأخذ من وقتك الشيء القليل، لكن واقعا أنا عادة والأهل كلهم يعرفون والأصدقاء من أشد وأحرص الناس على وقتي حقيقة. لأن الوقت هو رأس مال الإنسان. صح. الإنسان عبارة عن سنين وأيام وليالي. هذا الإنسان عبارة عن هذه السنين وهذه الأيام. إنما أنت يوم، فإذا قضي منك يوم يعني قضى منك شيئا. فنحن أيام حقيقة. فأنا أحرص على وقتي كثيرا، وأحاول أستغل الوقت بما ينفعني لآخرتي أو لدنياي. أقرأ كثيرا، أطالع كثيرا، أقضي وقتي بين القرآن الكريم، بين مشاهدة البرامج النافعة، بين مثلا متابعة بعض الدروس أو سلاسل الدروس الموجودة خاصة بالإنترنت. اليوم هاي نعمة كبيرة حقيقة. فأقرأ كثيرا حقيقة. وقتي غير القرآن ماذا تقرأ؟ غير القرآن طبعا أطالع الكتب، يعني نعم. أقرأ الكتب يعني مثلا العلمية الدينية، الكتب العلمية مثلا، أقرأ العقائدية، مثلا النظريات الغربية أيضا لتشارلز داروين، ونظرية التطور مثلا أصل الأنواع وغيرها. يعني هالمسائل أقرأ لأينشتاين ونيوتن. عندي يعني شغف بالعلم والقراءة والمطالعة. لكن مو قراءة متخصص، وحتى لعله هم فهمي مو بقدر فهم المتخصص، لكن أحب القراءة وأحب المطالعة، أحب يعني متابعة المحاضرات الدينية أو العلمية مثل الفلسفية. أكيد. وإلى آخره. بارك الله بك. نعم. أيامك إن شاء الله كلها نور على نور. قارئنا الكريم، أنت قرأت في بداية الحلقة بطريقة التحقيق كما نعم. تسموه. نعم. يعني هسه على اختلاف التسمية، منهم من يسمي هذه المرتبة الترتيل، منهم من يسميها التحقيق. زين، هاي إذا تسمح لي يعني في النقطة نعم. أوضحها. احنا هاي الكثير يشتبه بها مسألة التحقيق والتجويد والترتيل والحجر مراتب التلاوة. نعم، مراتب التلاوة. شوف، بداية العفو، الأذن البشرية تدرك 3 سرعات، كما أن العين الحواس مثلا، العين تدرك أنه مثلا اللون الأصفر الغامق والأصفر العادي والأصفر الفاتح مثلا، أو الأحمر الغامق والأحمر الفاتح. هاي الثلاث مراتب تدركها العين البشرية. كذلك الأذن البشرية تدرك هذه السرعات اللي 3. وإلا السرعات إذا نجي نقيسها بالدقة قد يكون إلى ما لا نهاية. مثل قضية اللون الأحمر مثلا، إذا تدخل هسه بالكمبيوتر تجي تلقى يمكن 1000 لون هو كله أحمر، لكن مراتب مختلفة. لكن العين البشرية تدرك هذه المراتب 3. فكذلك الأذن البشرية تدرك هذه المراتب 3. فقالوا أنه القراءة تتقسم إلى 3 مراتب. المرتبة الأولى سموها بالتحقيق، والمرتبة الثانية سموها بالتدوير، والمرتبة الثالثة بالحدر. اللي هي حتى يتوضح للمشاهد الكريم، مثلا أقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا التحقيق. لما أقول البعض يسميه ترتيب، البعض يعني هذه النقطة نأتي إليها. المرتبة الأسرع: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. المرتبة الأسرع الحدر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما نقرأ في الصلاة. فقسموا العلماء المراتب التلاوة بهذه المراتب. الأولى اللي صار فيها الإشكال مرتبة التحقيق، اللي هي التلاوة البطيئة جدا،
اللي احنا بعامياتنا نسميها التجويد. فاللي أريد أوضحه أنه التجويد هو تجويد الحروف. معنى التجويد باللغة يعني التحسين، بالاصطلاح هو تجويد الحروف أو هو التحسين ومعرفة. نعم التحسين. تحسين من حسن التجويد هو العفو، هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. أما بالنسبة للترتيل ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أن الترتيل لما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال لهم أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فلكل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة لازم نقرأ بالتجويد والترتيل. فلازم نرتل القرآن بطريقة الحدر يعني بالطريقة السريعة، ونجود القرآن أيضا بالطريقة مثل البطيئة أو السريعة. فالترتيل هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. أما التجويد فهو التحسين. فلما نقرأ بالتحقيق هذه السرعة، سرعة التحقيق أو سرعة الحدر أو سرعة التدوير، لابد أن نقرأ القرآن بالتجويد أي مجودا، بالترتيل أي مرتلا. العرب كانت تقول ثغر مرتل، يعني الأسنان عندما يمدحون مثلا فما أحدهم فيقولون ثغر مرتل، يعني أسنانه مرتبة ومرتلة، كما نقول الآن رتل مثلا بالتتابع، هذا السر اللي نلزمه نقول رتل، يعني شيء بعد شيء. نعم جميل، بارك الله. هسه أنا أريد منك تقرأ لنا بطريقة التدوير. نعم. واللي هي دائما طريقة الختمات اللي أحسن. تكون، وندعو لك إن شاء الله أن تسجل أيضا ختمة بهذه الطريقة. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، تلاوة جميلة وبارك الله بك. إذن مهدي الوائلي، أنت قارئ للقرآن كما استمعنا إليك، وكذلك تدرس القرآن الكريم. هل يوجد فرق بين القارئ وبين الأستاذ وبين المحكم في المسابقات القرآنية؟ بالنسبة للقارئ طبعا عليه أن يتبع الأحكام ويقرأ بشكل صحيح، وقد يكون ممكن بعض القراء يعني أنا حتى بعض الأخوة الأصدقاء يعني هو قارئ لكن مو أستاذ، وتعلم من خلال الاستماع، تعلم أيضا من خلال الأستاذ، ولكن لا يجيد أن يقف ويبين الأحكام ويبين المادة العلمية للطلبة. أحسنتم. ليش؟ لأنه أستاذ علي، لأنه أكو فد مسألة يعني بقضية تلقي العلم. بداية القارئ مثلا يتلقى من أستاذ ويكون قارئ. كيف يتلقى؟ نعم، معلومة ينطيه إياه يحفظها ويطبقها. هاي المرتبة الأولى، هاي المرتبة الأولى للعلم. نعم. المرتبة الثانية إذا أراد أن يصير أستاذ، أول شيء لازم يفهم المادة بشكل جيد. ثانيا لازم يطبقها بشكل عملي، لأنه النظر غير العملي. ثالثا عليه إذا أراد أن يصير أستاذ، هسه المرحلتين الأوليين أن يفهم المادة ويطبقها، هذا يصير قارئ. المرحلة الثالثة اللي إذا أراد أن يصير أستاذ لازم يهضم المادة، يحفظها ويطبقها بشكل عملي ويهضمها. وأكو مرحلة رابعة إذا أراد أن يصير أستاذ متمكن وجيد، عليه أن يحفظ المادة ويطبقها ويهضم المادة، يهضم المادة هضم جيد. وبعدين عليه أن يعرف طريقة الإلقاء، طريقة التدريس، طريقة التدريس. نعم. فعليه أن يعلم كيف يوصل المادة
للمتلقي أكيد. وما هو الأسلوب، كيف والسيطرة على حلقة الدرس وكيف فهذه المراتب اللي تصنع من القارئ أستاذ. فأكو فرق فيما بيناتهم. وأكو أيضا فرق لعله كثير نجد أنه قارئ وأستاذ ولكن ليس محكم للمسابقات القرآنية. المحكم يراد لبعد أكثر من حيث أنه شنو أمره مباشرة يعرف مورد الخطأ عند التلاوة، مثلا إذا كان على الأحكام أو إذا كان في الوقف والابتداء، يكون سريع البديهية في التقاط ذلك الخلل وذلك الخطأ. أيضا إذن قارئنا الكريم مهدي الوائلي عطر الله أنفاسك وطاب فوك على هذه الإيضاحات المباركة. أنت أكيد الآن شاركت بعد أن تخرجت من الكلية، صارت عندنا مسابقات وصارت نهضة قرآنية واقعا في العراق. هسه بداية كيف ترى هذه النهضة القرآنية؟ واقعا النهضة القرآنية بالخصوص في البلاد الإسلامية وبالأخص في العراق. في العراق أحسن. واقعا تبشر بألف خير. أنا أشاهد يعني إقبال خاصة في بعض دروسنا مثلا وفي بعض يعني جولاتنا الميدانية، نلاحظ إقبال كبير على القرآن الكريم وإقبال كبير على تعلم القرآن الكريم. وحقيقة القرآن الكريم بعد له الجاذبية ما له من الجاذبية، الجاذبية الروحية. فأشوف الناس متعطشة لتعلم القرآن الكريم، سواء كان الشاب الصغير أو الكهل الكبير. يعني في بعض حلقات دروسنا مثلا تشوف من يعني الشباب بعدهم صغار، يعني بعد حتى لعله ما منتقل مرحلة المراهقة، وأيضا شيبة كبار في عمر 50 أو 60 يحضرون لدرس القرآن الكريم ويتعلمون القرآن الكريم. طبعا هذا اللي فات القطار وصار عمره 60 مع الأسف بسبب النظام السابق وبسبب يعني قلة أو انعدام المؤسسات القرآنية في ذاك النظام، وإلا كان هم لديهم الرغبة يتعلمون، وإلا لو ما كان لديه الرغبة لما صار عمره 50 سنة ويجي يتعلم. صح. فأتذكر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه لا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وأن يتعلم القرآن الكريم أو يكون في تعلمه، فاطلب العلم من المهدي إلى اللحد. فحقيقة تبشر بخير النهضة القرآنية، لكن بحاجة إلى احتضان وبحاجة إلى دعم مادي ودعم معنوي، ومع كثرة المؤسسات القرآنية في العراق لكنها قليلة حقيقة ولا تكفي. نحتاج مؤسسات بعد أكثر ومؤسسات أكبر واهتمام أكثر وأكبر. صحيح. طبعا أنت أكيد شاركت في عديد من المسابقات من خلال هذه النهضة القرآنية. مؤسساتنا كثير منها أو كلها تقريبا يعني نظمت مسابقات في محور التلاوة، في محور الحفظ، في محور البحث القرآني، في محور التفسير. أنت شاركت أكيد في محور القراءة. نعم. كيف كانت النتائج اللي حصلت عليها، وهل كانت نتائج مرضية؟ يعني بداية في بداية مسيرة القرآنية، بداية قراءتي للقرآن الكريم ما كنا بالمستوى المطلوب مثلا، فكنا نشارك بالمسابقات ولكن لا نحصل على شيء. فشيئا بعد شيء حصلت على المرتبة الثالثة، وكانت يعني بطاقة داعمة لي أنه حصلت على مرتبة. صح. فالمرة الثانية بعد ما قمنا نقرأ ونتابع ونستمع ونتعب أنفسنا، لأنه حقيقة قراءة القرآن الكريم والإنسان إذا أراد أن يصبح قارئا لا بد عليه أن يبذل مجهودا كبيرا. يعني مو يوم وثاني يوم مثل ما البعض يتصور أنه اليوم يريد يصير قارئ وثاني يوم، لا، يحتاج لها تعب وجهد سنوات وأشهر طوال. نعم. فحصلت على المركز الثالث وكان هذا الشيء مشجع لي، وبعدها شاركت بعض المسابقات حصلت على المرتبة الثانية والمركز الثاني، فأيضا هذا كان مشجع لي. بعدها أتذكر على مستوى بغداد حصلت على المركز الأول والحمد لله. على مستوى بغداد كانت مسابقة كبيرة وكان مشاركين بها يعني قراء على مستوى، وقراء أيضا أقدم مني كانوا في أي مسابقة كانت هذه؟ يعني كانت مسابقة منظمة بدر اللي أقاموها في مقرهم، حصلت فيها على المركز الأول. ما شاء الله. وكنت غير متوقع حقيقة، لأنه أنت كنت أيضا حكم بها، ما أدري تتذكر أو ما تتذكر. صح. فبالبداية ما كنت أنا متصور، قرأت وبعد ما نعرف النتيجة نقولها يم الله نتركها، فأجي اسمي بالمرتبة الأولى. تعرف أنت بالمسابقة لما يذيعون النتائج يصيحون الاسم الفائز الثالث. نعم.
بعدها الفائز الثاني، بعدها الفائز الأول. فأنا كنت أتوقع الفائز الثالث أو الثاني، فلما صاحوا اسم الثالث قلت لا احتمال الثاني، لما صاحوا اسم الثاني قلت راحت علي. فبعدين تفاجأت أنه الاسم الأول والمركز الأول، فكان يعني في السرور. وأيضا الأخوة القراء أيضا شاركون الفرحة وباركوا لي، كانت الأجواء جميلة جدا. بارك الله بك، موفق يا حبيبي. أنت الآن تعمل في مديرية القرآن الكريم، نعم، في هيئة الحشد الشعبي، وكذلك عضو من أعضاء رابطة مدينة الصدر القرآنية. ما هي أهم نشاطاتكم، عملكم على الساحة القرآنية، رفدكم لهذه الحركة؟ وبالخصوص أنت في الحشد هو قارئ وأستاذ لمادة القرآن الكريم. الله يبارك فيكم. بداية أتحدث عن رابطة مدينة الصدر القرآنية اللي كان انتمائي لها. طبعا هي رابطة فتية، ما كانت قديمة، يعني تقريبا عمرها 2 سنين، لكن فيها من القراء ما فيها، وفيها من القابليات والطاقات ما فيها حقيقة. ويعني قمنا ببعض النشاطات القرآنية، من ختمة، من محافل قرآنية كبيرة على مستوى بغداد، وكانت محافل وحضور كلش ممتاز برعاية طبعا المؤسسة أو الرابطة، رابطة مدينة الصدر القرآنية، برعاية الأستاذ الشيخ سليم اللامي. أوجه له تحية من هذا المنبر. هذا الإنسان الرائع حقيقة، الإنسان الطيب اللي دائما يسألنا ويخابرنا، يسأل عن أحوالنا، فأخ عزيز حقيقة. فنقوم ببعض النشاطات معا وسوية احنا والباقي القراء الأخوة الأعضاء بالرابطة، بعض النشاطات. وكذلك عندنا بعض النشاطات أيضا اليوم عندنا في نشاط إن شاء الله في مجالس البيوت، في بيوتنا كل فترة، كل أسبوع أسبوعين نقرأ في بيت معين. الله يبارك فيك. نتشاوف، ندعو من الله أن تكون مصداقا، وهذه البيوت تكون مصداقا لأحاديث وروايات أهل البيت. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تكثر بركته وتهجره الشياطين وتحضره الملائكة، وينير لأهل السماء كما تنير الكواكب لأهل الأرض. والبيت اللي لم يقرأ أو لا يقرأ فيه القرآن حالة عكسية. ندعو من الله أن نكون مصداقا يعني بداية الحديث، إنه يكون البيت تكثر بركته ويكون تكثر الملائكة فيه. وبارك الله بكم موقعا على هذا النشاط. الله يبارك فيكم. بالنسبة لمديرية القرآن الكريم، أنا يعني أيضا قارئ وأستاذ في المديرية. والمديرية حقيقة مديرية لديها من النشاطات الشيء الكثير، وحققت إنجازات جدا كبيرة في وسط الحشد الشعبي بالخصوص، وأيضا بالوسط القرآني بشكل عام. أقمنا بعض المسابقات في مديرية القرآن الكريم، ولا زلنا بعض النشاطات اللي قمناها من ضمنها محفل سبايكر. عندنا في مسرح الجريمة أقمنا محفل، وكذلك كان حضور هناك للقارئ محمد بسيوني والقارئ الشيخ زناتي أيضا حضروا هناك. مصر العربية. نعم. فكان محفل جدا يعني رائع وكان فريد من نوعه. هذا من ضمن النشاطات اللي أقامتها مديرية القرآن الكريم. طبعا أنا بيها يعني قلت لك قارئ وأستاذ، نقوم بعض المحافل القرآنية نقرأ بها، وأستاذ يعني في الجبهات هنالك نذهب ويعني نعلم الأخوة في الحشد الشعبي القرآن الكريم. حقيقة نلاحظ إقبال عجيب. يعني أذكر لك إياها للتاريخ يعني، وأذكر لك واقعا كنت في درس من الدروس. طبعا بالبداية الولد ما قبلوا يجون، قالوا ما نقدر ما ناخذ كذا، بس بعدين اجوا للدرس. يعني أعلنا أنه أكو درس في معسكر أشرف كان في ديالى، فاجوا بعد ما شافوا القرآن الكريم. وطبعا وضحنا بعض المفاهيم القرآنية وسولفنا وياهم شوية، علمناهم سورة الفاتحة. طبعا من ضمن مشاريعنا تعليم سورة الفاتحة، وعلمناهم سورة الفاتحة وعشنا أجواء قرآنية. ثق ثاني يوم اتصلوا بي، الدرس كان ب8 أو ب9 بالليل. ثاني يوم اتصلوا بي الظهر، قالوا شيخنا بلكي تجينا الساعة ب8، يعني قبل الوقت بساعة. الله. قبل وقت الدرس بساعة. الله. زين. فأنا تفاجأت حقيقة، مفاجأة إيجابية طبعا. فلاحظت أنه يعني هاي روحية القرآن الكريم، إضافة إلى هذا قلب المجاهدين. الله. قلب مجاهديننا هكذا يهفون إلى القرآن الكريم. أكيد. وهكذا يتوقون إلى القرآن الكريم. واقعا أقول خصوصا لحشدنا وجيشنا أنهم تمثلوا
وكانوا يعني مسارا كأمصار الحسين ماذا قال لهم؟ أمهلونا هذه الليلة، نسجد لربنا، نصلي لربنا ركعات ونقرأ القرآن. كان لهم دوي كدوي النحل، بين قائم بين مصلي بين قارئ للقرآن. فهذا هو امتداد لطريق الحسين، لطريق الأحرار. هنيئا لكم ولهم. الله يبارك فيك. الحقيقة لاحظنا في التعطش عجيب هناك في جبهات القتال، يعني الحرب قائمة والأخوة يقرؤون القرآن ويتعلمون المفاهيم القرآنية، باعتبار أن يعني حربنا ومعركتنا معركة عقائدية. فإحنا من ضمن واجبات مديرية القرآن الكريم اللي هي طبعا شعارها دائما ترفع أنه احمل القرآن بيد والسلاح باليد الأخرى. فيعني ما خسرت أمة معركة حملت كتاب الله والقرآن الكريم والسلاح باليد الأخرى، ما تخسر المعركة، هيهات. فحقيقة لاحظنا في التعطش عجيب للقرآن الكريم ولقراءة القرآن. وبعض الأخوة في الحشد أيضا، بعض المقاتلين البواسل، طلعنا منهم قراء وحفاظ أيضا ما شاء الله. يعني لحد البارحة اتصل بنا أحد الأخوة حافظ 6 أجزاء من القرآن الكريم ما شاء الله، وهو في الحشد الشعبي هناك يقاتل ما شاء الله وحافظ القرآن، يحفظه إن شاء الله القرآن. أنا أذكر همين أحد الشيبة كنت في درس، فبعد طرح المفاهيم القرآنية وبعض الروايات فنسوي يعني كل واحد يقرأ سورة الفاتحة بالسرد. فواحد من الشيبة الكبار حقيقة لحيته كلها بياضة، فأذكر أنه قرأ لي سورة الفاتحة، قرأ لي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني بالدقة بالمضبوط. شلون يقرؤون القرآن؟ أنا فاجئني بصراحة، قراءة 100% صحيحة. الله. زين. فهكذا هم مقاتلون، وهكذا هي نشاطات مديرية القرآن الكريم وما تسعى إليه الشيء الكثير. حقيقة يعني مديرنا الحاج أبو تحسين النجار لديه همة عالية جدا جدا عالية. فأيضا من خلال نشاطاتنا والهدف اللي خليناه وريد نوصل له أنه كل الحشد الشعبي يكون يقرأ القرآن بالشكل الصحيح، بالشكل المضبوط. وأيضا عندنا مسابقة رمضانية إن شاء الله في شهر رمضان راح تكون مسابقة لكل فصائل الحشد الشعبي، كل الحشد الشعبي بلا استثناء. جميل. كما أقيمت المسابقة السابقة. تشرفنا العام الماضي بالتحكيم في هذه المسابقة. نعم، في شهر رمضان كانت عدة مسابقات. المسابقة الأولى التمهيدية كانت في ديالى، والثانية التمهيدية في سامراء، جمعنا القوات هنالك. والمسابقة النهائية طبعا مسابقة وطنية على مستوى كل الحشد الشعبي، صارت في العام في مرقد سيد إدريس. أحسنت. فهاي السنة إن شاء الله بمستوى أعلى وبمستوى أكبر إن شاء الله، وبهمة عالية إن شاء الله. فضل الله وفضل هذه الهمم وهذه الرجال وهذه الأصوات الطيبة. إذن هذا المقدم الكريم للقارئ مهدي الوائلي. الله يبارك. نشنف أسماعنا وأسماء السادة المشاهدين بتوشيح بحب القرآن وبحب أهل البيت إن شاء الله. تفضل. يا من يا من يروم حقيقة الإيمان. الله. يا من يروم حقيقة الإيمان، لذ بالرسول وخذ هدى القرآن. الله. وصل على النبي محمد وآله، ثقل بذلك كفة الميزان. اللهم صل على محمد ورحمة. أتناغم معك لا سيما ونحن في هذه الدقائق بين القرآن وبين العترة وبين محمد وآل محمد. حقيقة نعمة كبيرة. شكرا. أيوة، من هذا المنبر القرآني. فأقول
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبحكمهم لا يستراب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن مهدي الوائلي عطر الله أنفاسكم على هذه الأبيات الجميلة وبارك الله بيك. يعني القرآن الكريم، الإنسان إذا لعله يقوم بخدمة إنسان نبيل أو يتفاعل معه ويفني جزءا من حياته مع يعني ذلك الشخص، يقدم له العطاء لعله المعنوي المادي. ما هو عطاء القرآن للقارئ مهدي الوائلي؟ والقرآن كله عطاء. واقعا خير الكلام ما قل ودل. أنا أقول أنه القرآن الكريم علمني كل شيء، كل شيء جميل، وعلمني الإخلاص، وعلمني الصدق، وأعطاني الراحة والإطمئنان والهدوء والسكينة، وأعطاني الحياة السعيدة، وأنا أعيش مع القرآن الكريم أجمل اللحظات وأجمل الأوقات، أجمل الدقائق والثواني والساعات. الله بارك الله. تقرأ القرآن باستمرار؟ دعنا يعني ليس في المحافل والمسابقات. نعم. في البيت؟ طبعا باستمرار، لا يفارقني لحظة. الحمد لله. باستمرار، إما أن أستمع أو أن أقرأ. تقرأ القرآن كختمة مثلا، لو أكو فرد آيات معينة أو سور معينة دائما تحب أن تكررها؟ يعني في البيت لما نمشي مثلا نتحرك أكو بعض الآيات نكررها. لكن على مستوى العبادة مثلا إذا نتوجه أو بعد الصلاة فأقرأ بختمة، يعني ختمة. نعم، ختمة مستمرة، يعني أقرأ حسب يعني وتكون هذه الختمة مهداة إلى مثلا أئمة أهل البيت. نعم، يقينا كل الختمات اللي أقراها مهداة إما لأحبابنا أو لآبائنا أو لأهلنا أو لأهل البيت عليهم السلام، فدائما مهداة تكون. بارك الله بك. بارك الله بك. يعني خلينا ننتقل شوية قليلا. طبعا يحصل لدى القارئ، واحنا شايفين في يعني المسابقات، في المحافل، في الدعوات، مواقف لعله طريفة. نعم. هل مر بالقارئ مهدي هكذا موقف؟ يعني حقيقة مر فد موقف هو في جانب فيه مؤلم ومحزن، والجانب الآخر الذي فيه يعني مضحك بعض الشيء. يعني شر البلية ما يضحك. نعم. كنا في مسابقة أنا والأستاذ الشيخ القارئ غانم عبد الزهرة. نعم. وجه له تحية. فرحنا في الكوفة في النجف الأشرف. فبعد ما رحنا المسابقة في الكوفة رحنا زرنا. لما رجعنا من الزيارة صعدنا بالتاكسي، فسولف ويانا أبو التاكسي أنتوا شنو كذا منين؟ قلنا له احنا من بغداد وقراء هنا عندنا مسابقة. رحب كثيرا بنا، فقال أنا أيضا أحب القرآن وأحب أقرأ، ومرات أيضا أقرأ لدي صوت كذا. فقلنا له خلينا نستمع لك. فقرأ هو. فأول ما قرأ يعني قرأ سورة الواقع، إذا وقعت الواقعة. فإحنا بيناتنا قلنا بعده ما وقع الواقعة بعده. فلما نزلنا من الجسر كان يمشي سريع،
فوقعت الواقع يعني صار حادث، لا إله إلا حادث مؤسف جدا. لا إله إلا الله. فصارت مشكلة كبيرة، فضاعت أنا قلت هاي ظهر وقعت الواقع، فهو الله. قراءة المناسبة يعني. سبحان الله سبحان الله. أيضا موقف مر لأحد الأخوة، موقف لطيف وطريف. بعض الأخوة القراء المبتدئين مواقفهم اللطيفة والطريفة كثيرة. بعض الأخوة كان يقرأ تعرف الأليف المقصورة في القرآن الكريم مثل الياء، هي الألف المقصورة مثل الياء، فكان يقرأ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي. لا لا يقول إلا هي إبليس أبى واستكبر. نعم. يقرأ يقول إلا إبليس أبي فسوى أبوه إبليس. لو ذاك اللي يقرأ يعني كان من ضمن الأمثلة اللي تذكر على مسألة الوقف والابتداء الخاطئ أو القبيح، يقول تبت يدا أبي، أيضا أبي يقرأ هي تبت يدا أبي لهب، فيقول تبت يدا أبي ويقف. هذا صار الوقف كلش قبيح ومو صحيح. بارك الله بك يا حبيبي. طبعا كل قارئ لديه يعني مجموعة من القراء الأعزاء الأخوة الكرام اللي دائما يرشدونه مثل ما تفضلتم قبل قليل، ويكون بيناتهم علاقة قرآنية طيبة. أبرز هؤلاء الشخصيات القرآنية لدى مهدي الوائلي. القراء العراقيين حقيقة بعد هذا الانفتاح اللي صار والتواصل الاجتماعي، فتعرفنا على الكثير من القراء، وحقيقة كلهم أحبائي وكلهم أصدقائي، ولما نلتقي بهم في بعض المسابقات والمناسبات القرآنية حقيقة الإنسان يعني يشرح وينشرح صدره برؤيتهم. لكن الأقرب إلي يعني بحكم مثلا بحكم لقاءاتنا وبحكم قرب المنطقة وبحكم أيضا عملنا القرآني، يعني القارئ حسام رشيد حبيبي وصديقي وأخي، تحية من قارئ علي الطائي والقارئ محمد طالب، قارئ الأستاذ أستاذ غانم عبد الزهرة، والأستاذ طبعا الأستاذ غانم عبد الزهرة أستاذي في الأنغام القرآنية، ما شاء الله، علمني الأنغام القرآنية والمقامات، والقارئ الشيخ سليم اللامي أكيد، وجواد الكعبي، كلهم أحبتنا وأصدقائنا. كذلك القراء الأستاذ الدكتور غالب من الناصرية، والقارئ أيضا فيصل مطر، نوجه لهم تحية من هالبرنامج المبارك، تحية طيبة لهم من هذا المنبر القرآني. قراء طيبون أكيد. ومتدينون حقيقة، ملتزمون وقرة عين حقيقة. بارك الله قرة عين بيك على هذا الذكر الجميل لكل قراءنا. أنت قرأت بالطريقة المصرية. نعم. هم استمعت فترة من حياتك للطريقة العراقية، الطريقة البغدادية؟ نعم، يعني استمعت لكن قليل. تقرأ فيها؟ أقرأ لكن مو بالشكل المضبوط 100%. خلينا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله جميل. طبعا أنت قرأت بنغم اللامي. نعم. تعرف الأنغام ولا الأنغام يعني؟ أعرفهن، لكن العراقية الأنغام العراقية كلش كثيرة، ما أعرفهن بعضهن، هذا مقام اللامي. أحسن، نغم جميل وبارك الله بك. أنا سمعت أنه أنت تدرس الأحكام والأنغام في درس واحد، كيف يكون هذا مثلا؟ واقعا
عادة الدروس القرآنية تكون التجويد على حده، يعني الأحكام والأنغام. لذلك احنا ننصح قراءنا اللي بداية مشواره نقول انه دائما ياخذ الدورة القرآنية، ياخذ الإجازة القرآنية، ثم ينتقل بعدها لكي يتفرغ لفهم النغم القرآني. هذا الشائع. أنا حقيقة يعني أخالف هذا الرأي. ليش؟ لعدة أسباب. من ضمن ومن جملة الأسباب أنه أستاذ علي القراءة بصوت وبالألحان وبالأنغام محببة للأذن البشرية ومحببة للإنسان. فأنا دمجت يعني في دروسي أدمج بين الأحكام والأنغام. يعني مثلا إذا كان الدرس نصف ساعة أنغام ونصف ساعة أحكام، بالطريقة الآتية: نأخذ الأحكام، مثلا أخذنا أحكام النون الساكنة أو التنوين مثلا، فنجي بعد للقسم الآخر قسم الأنغام، نأخذ فرضا مثل مقام النهاوند، نجي نطبق عليه الأحكام بالشكل الصحيح. ليش؟ حتى ما نقرأ القرآن حكي، لا تهذوه هذو الشعر. أنا ايش قد فرق لما أجي أقرأ أقول مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولما أقرأه مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فرق كثير. فأنا أدمج بين الأنغام والأحكام للتحبيب. واضح. فقط أنه أكيد هذا من راح يقرأ وبداية تعلمه لموضوع أحكام تلاوة راح يكون عنده أخطاء كثيرة. فأنت ايش راح يكون؟ تصحح له نغم، تصحح له حكم، تصحح له حركة، يجوز هو بعد أصلا التصحيح طبعا على الأحكام بدايته، التصحيح على الحكم والتركيز على الحكم. يعني فيش حالة راح الدرس الواحد ينضرب كأن يكون في 4 أو 3 أو درسين. نعم، هو هذا يعني الوقت عصفورين في حجر واحد. أفهم. طبعا الوقت قليل، يحتاج وقت أكثر، لكن فيه منفعة باعتبار أنه الإنسان لما يقرأ بالأنغام هاي قضية محببة. يعني احنا حقيقة حتى رسالة أوصلها إنه مدارسنا ليش ما نتعلم القرآن الكريم؟ ليش الطالب يدرس 6 أشهر مثلا دورة يتقن، أو سنة مثلا يتقن كل أحكام القرآن الكريم، لكن تجي في المدارس من الأول ابتدائي أو نقول مثلا من السادس ابتدائي تبدي الأحكام والقرآن والإسلامية إلى الثالث إعدادي، ويوصل قد يكون للجامعة ويتخرج من الجامعة هو ما يعرف أحكام القرآن الكريم. ليش؟ لأنه بطريقة غير محببة. ودرس الأحكام أيضا بين قوسين درس الأحكام درس جاف، لكن درس الأنغام يطيفد رونق خاص ويطيفد جاذبية وروحية ويكون محبب. فإحنا ندرس الأنغام القرآنية لكن التركيز على أحكام، نأخذ الأحكام وهذا الحكم نطبقه. كيف نطبقه؟ أنا ما أقول مثلا أقول له أقرأ من يشاء، يعني من يشاء إدغام، أقول له أقرأ من يشاء، أقول له لا اقرأ من يشاء، فهذا صار بنغم. فهذا المطلوب وهذا هو المتبع. جميل. أهم مشاريعك المستقبلية؟ يعني بالنسبة للمشاريع الشخصية يعني مخلي من ضمن جدول أعمالي ومن ضمن أهدافي اللي أريد أحققها إن شاء الله. إن شاء الله. يعني طبعا بداية إكمال الدراسة إن شاء الله الأكاديمية. إن شاء الله. إن شاء الله أكمل الماستر ماجستير والدكتوراه إن شاء الله بعد ما تميت البكالوريوس. وأيضا من ضمن أهدافي أنه حفظ القرآن. أنا تعرف محافظ إن شاء الله. إن شاء الله أحفظ كل القرآن الكريم، وأنا بديت يعني بالقراءة والحفظ إن شاء الله بديت أحفظ. وأيضا في بالي أنه يعني بمنحى عن القرآن وبمنأى عن القرآن تعلم اللغة الإنجليزية والفارسية. يعني هاي من ضمن أهدافي وإن شاء الله أحقق يعني إن شاء الله توفق لذلك إن شاء الله. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، ولكن كما عودناكم بأن نختم بدعاء ختم القرآن، وإن شاء الله طبعا حلقات جديدة ونستثمر أيضا قراء جدد من الوسط القرآني ومن قراءنا الأعزاء. طبعا الشكر الجزيل والثناء الجميل للقارئ مهدي صالح الوائلي على هذا المقدم الكريم. علي شكرا لبرنامجكم وشكرا لكادركم وقناتكم المفضلة قناة بلاد الفضائية. صلى الله لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله والمزيد من التألق. الله يبارك فيك. قبول الأعمال إن شاء الله لنا ولكم أجمعين. شكرا جزيلا لك قارئنا الكريم، بارك الله بك. إذن أحبتي نختم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم عجل بالقرآن فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وانصر جيشنا وحشدنا، وغير سوء حالنا لحسن حالك بالقرآن الكريم. كل من سألنا الدعاء ونحن على مائدة القرآن ومائدة محمد وآل محمد ندعو من الله لهم بالتوفيق والسداد والموفقية. سادة المشاهدين وسيداتنا العزيزات أيضا ندعو لهم، ولكادر لكم طبعا تحية من كادر البرنامج ومن مخرج حلقة اليوم ذو الأنامل الطيبة الأستاذ ظافر وفقه الله. ومرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لقارئنا مهدي الوائلي، وإن شاء الله إلى لقاءات متجددة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.